مؤشرات اقتصادية متبدلة. تظهر بيانات الأمم المتحدة والبنك الدولي أن الاقتصاد السوري يسجل في هذا العام نمواً متواضعاً لا يتجاوز 1%. نسبة تبدو رمزية، لكنها تمثل أول إشارة إلى توقف الانحدار الحاد الذي استمر لسنوات طويلة. أما التضخم العام فقد شهد تراجعاً ملحوظاً من 120.6% في آذار مارس 2024 إلى نحو 36.8% في شباط فبراير 2025، وهو انخفاض يعكس استقراراً نسبياً في الأسعار لا تحسناً فعلياً في المعيشة. ومن المهم الإشارة إلى أن هذا لا يعني تحسناً في القدرة الشرائية، لأن التضخم الغذائي ما زال يتجاوز 70% وفق التقرير الشهري لبرنامج الأغذية العالمي. فالأسواق لا تزال تغلي، والقوة الشرائية لدى المواطنين تآكلت حتى العظم.